أحبابي وصحابي، السلام عليكم. رمضان مبارك، الصحة فطوركم مسبقا، وإن شاء الله بربي تكونوا كامل لاباس. خليكم معنا ومع هذا الفيديو. سلام. Intelligence. Parce que moi, je suis intelligent. فهمتيني حبيبي؟ عسكرية لمدينة سوق هراس وللأستاذ دومير. سلام. من الأخير دومير هبطنا السروال ونتحدى جميع المؤرخين ديال التاريخ تيجاوبوه. وعباد الله، هذه راها غير الحلقة الأولى ومدينة وحدة فيها هذا الشيء كامل. واش شفتوا الفيديو ولا راكم تبعوني في ذاك الهبيل ديال الصنايبي؟ شوفوا المقدمة. أي أرض هذه التي ورثناها؟ إنها أرض قدرها من حكمة الفلاسفة وعناد المقاومين وصبر المؤمنين وعبقرية المبدعين. وإذا حابين تعرفوا وين رانا اليوم، رانا في سوق هراس. تحية عسكرية لمدينة سوق هراس وللأستاذ دومير. منهم فيما يخص قضيتك الوطنية أن يفهموا جيدا، يفهمون بأن المغرب طرحت عليه فرنسا قبل أن تخرج من الجزائر أن يأخذ أراضيه. ما هي هذه الأراضي؟ أن يأخذ الصحراء الشرقية. فسلطان محمد الخامس قال للفرنسيين: لا، سأترك إلى أن تخرجوا من الجزائر، وسنناقش مع إخواننا في الثورة الجزائرية هذه الأمور. بمجرد خروجهم بدأ الغدر. بدأوا يرتبون. لماذا؟ بدأوا يرتبون لمشكل معين يخلقونه للمغرب لكي لا يطالب بالصحراء الشرقية. ما وقع الآن مشكل الصحراء المطروح سببه الصحراء الشرقية. أن يفهموا هذه المسألة. القوة الضاربة اللي قالت القوة الضاربة وتكرفست على أمريكان والإنجليز وإسبانيا وفرنسا وما خلا اللي يسمع التقني البيطريقي هذا يقول لك هذا هولاكو المغول، هذو التتار، صلاح الدين الأيوبي، هذه الدولة الأيوبية، وهي غير مسكينة دريويشة. ذاك الجزائر نزلوا عطاهم سلخه ديال الدق، الدوله مفلساتهم، وغادي تشوفوا الداي ملي جا خارج من الجزائر. الله يرحم محمد الخامس والله يرحم المجاهدين المغاربه. منين فات فرنسا محمد الخامس المغرب كله ثوره الملك والشعب. الناس حبست العيد، الناس حبست وبغات تحتفل بالعيد، الناس قراو اللطيف، الناس حبسوا مع كل شيء، الناس العيالات حلفوا ما يتزوجوش، كل شيء. الحداد العام كاين في المغرب، ولكن الدخول للجزائر كان دخولا سلميا لم تطلق فيه رصاصه واحده. وهنا كيستغرب المؤلف على هذه الحاله ديال القابله ديال الاستعمار اللي شافها كلنا مع إغلاق الحدود. هذه الحاله ديال القابله ديال الاستعمار وهذه الحاله القابله ديال الذل، كيستغرب حتى المؤلف ملي كيشوفها وكيعاودها بواحد الليطونمون، كيقول لك ان هذا الشيء هذا ما عمرنا كنلك شفناه في حياتنا لالا كاميليا. شكرا جزيلا. في الاول في الصفحه 473 474 هناك وصف، هذا الشيء كنتحدثوا على 1830 في التاريخ ديال القوه الضاربه اللي قالت القوه الضاربه وتكرفست على أمريكان والإنجليز وإسبانيا. والسلام عليكم. واعطينا كيلو زلابيات بوفاريك ديال المغرب اصليه من فضلك. شكرا خويا. اعطينا كيلو زلابيه بوفاريك ديال المغرب. مشكور خويا، مشكور. ملكنا حبيبنا في العالم شرفنا، ملكنا حبيبنا في العالم شرفنا، رفع رايتنا فخر صغيرنا وكبيرنا، محمد السادس سيدنا حفظوا يا مولانا. تبون تلقى في نفس الوقت كان في الجزائر كاين رئيس النيجر وكاين وزير داخلية فرنسا. واش هذه صدفة؟ كاين بعض التقارير كتقول بأنه النظام العسكري، واخا ديك الهضرة كاملة ديال العلاقات مع فرنسا وغيرها، كيلعب أوراق لصالح فرنسا، كيحاول يحل المشاكل ديال فرنسا، يلاعب هذه الورقة هذه. لهذا قد يكون هناك قد حدث لقاء
ما بين وزير الداخلية الفرنسي مع رئيس النيجر. تزوج ولا باقي؟ لا باقي سيلوباتير. سيلوباتير؟ سيلوباتير. اش كتسنى؟ كنتسنى نموت ان شاء الله. شنقريحة قال لهم اي واحد تظهر عليه اشارة الصلاة رادياسيون في الجيش، وقال لهم اي واحد باش يتقدم لمنصب من مقدم الى عقيد الى اخره لازم تعطوني الملف تماما، بمعنى انه اذا لم يجده سكيرا فاسدا اخلاقيا فاسدا ماليا ما يطلعش. اما اذا قالوا له يصلي فتلك كارثه. صحيح فاتوا بعض الناس ولذلك هو انزعج، منع المصليات، منع العمره والحج، اللي يلقى عنده اشاره الصلاه ينحيه، المخابرات اعطاهم اوامر اي واحد فيه تدين او يروح المساجد او يخبرونا به، اللي عنده رتبه من مقدم الى عقيد ما يطلعش ما يشوفش الجراد وممكن يراضيه. هل شنقريحة يريد مازال ويعتقد انه قد جاوز 80 انه يستطيع خوض حرب ضد الاسلام والمسلمين في الجزائر؟ شنقريحة مازال ياخذ في حروبه. السلام عليكم، تحياتي لكم كاملين، ونقدم لكم المطلوع المغربي. وشوفوا الكراغيله كيديروا الطابور وعلى جال المطلوع المغربي الاصيل، وكهذا التراث ديالنا كيتسرق من عند الكراغيله مغربيه. والقدام القدام وثاني بوفاريك سي ماروكان. الكبرانات، لماذا يفهم الجزائريون خطاب جلالة الملك محمد السادس ولا يفهمون خطاب الرئيس تبون؟ علاش؟ بداو كيناقشوا الخطاب الملكي، وهذا مهم جدا، بمعنى مهم جدا بالنسبه لينا حنا، مهم جدا كيفهموا الخطاب الملكي، كيوصلهم، كيبداو انهم كيناقشوه. بالنسبه لنا في هذه اللحظه كاين نقاش على الخطاب الملكي. كاين اللي خرج بدا كيقول لك مثلا شنو هي، بدا العسكر كيدخل في وسائل التواصل الاجتماعي وبدا كيطلق الاعلام ديالو، بدا كيقول لك لا احنا ما نتحاورش معكم. علاش؟ لان انتم خرجوا كيقولوا في الاعلام وغيرهم انتم احضرتم اسرائيل الى المنطقه. كيفاش هذه القضيه؟ شرحوا لنا دابا. هنا راه ما نساوش بان الملك هذا في الخطاب ديالو جلاله الملك يشهد عليه العالم او دي اجيو كيقول لك راه الوضع هو هذا، لانه الجزائر بعدا في تهرب، مستحيل تهرب هنا، لان هنا قالوها هما كيقول لك بان جلاله الملك فتح لهم الباب ديال النجاه، البلاد غتمشي الجزائر، اذا اعطاهم واحد النافذه من يخرجوا بدون ما تكون بدون ما يكون الضغط الدولي اللي كاين او بدون خسائر كبيره هنايا. معنى هذا انه راه كاين ضغط امريكي وان المغرب يحاول انقاذ الجزائر. المغرب كيعرف جيدا بانه الولايات المتحده الامريكيه غدا كتدعم المغرب في اتجاه انه هذا الملف دخل المرحله النهائيه ديال الحسم. هذا هو المثال. عاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش سيدنا محرنديله. عاش الملك. حدا العسكر بالجزائر شو صار معكم شباب؟ العذاب صحيبي، العذاب العذاب الشديد. لا امبوسي، ما يمكنش امبوسي.